على السريع هنعمل فطيره بانكيك ونحليها بشويه عسل يظبطوا الكلام على الفطار يا مان، ويلا بينا وصلي على رسول الله. المقادير خفيفه واكيد عند معظمنا، نص كوبايه دقيق، عليهم شويه بيكنج باودر وحبه فانيليا يحلوا الكلام يا سكر، وعليهم حبه ملح صغيرين مش كتير، وشقلب النواشف كلها على بعض واركنهم على جنب. ندخل بقى في السوائل، هنفعش بيضه وعليهم حبه سكر ودحرجهم، بس وانت بتدحرجهم انزل عليهم بنص كوبايه الحليب وكمل تقليب. انا عايز ايدك تبقى مكان الخلاط، انزل عليهم بالدقيق يا فنان، لا تقول لي بلندر ولا كبه ولا اي بتنجان، وعليهم بقى معلقه زيت ودحرج التماسي عليهم. نسيبها ترتاح نصايه تشم نفسها عشان ناخد منها احلى حكايه، وعلى ما ترتاح هنحضر قهوه الصباح على السبرتايه عشان نتمزج بالفطار واحنا مستمتعين. الدنيا مش مستاهله نعافر فيها شمال ويمين، اللي مكتوب لك هتاخده ولو بعد حين، رزقك مكتوب لك مش هتاخد اكتر منه لو جريت جري الوحوش. بعد ما ارتاحت طاستك التيفال وانزل عليها بحبه زيت ووزعهم توزيعه تمام، وعلى النار نجهز، واللي جاي مش محتاج كلام. الاهم ان عينك تبقى عليها وانت بتقلبها، والبانكيك مش لازم تكون صغيره، اعملها باي حجم تحبه، البانكيك هو بانكيك في كل الاحجام، بس الاهم ان زي ما قلت لك ان عينك يكون عليها في التقليب على طول عشان ما يتحرقش منك اي وش. هنصب قهوتنا وبعد كده هنرجع ناخدها الوش الاخير ونقلبها في الطبق بتاعنا ونزينها بالصغير والكبير، وننزل عليها بشويه عسل بس من غير معلقه معدن، وعملت بنصايح اخواتي اللي نصحوني ان معلقه المعدن بيضيع فايده العسل، ونزينها كمان بشويه صوص كراميل، ونسمي الله وصلي على رسول الله. المرة دي هنسمي الله بس من الاستوديو عشان نستبح مع بعض واقول لكم كلمتين مهمين في حق نفسي وفي حقكم. بسم الله. حلوة صوت العصافير دي. بقى قهوة بقى عشان نقول الكلمتين. بسم الله. آخر عظمة. صلي على رسول الله. اثناء فتره الدايت واثناء ما كنت بخس كنت بعاني كتير جدا من حته ان انا بنسى اشرب. كنت دايما معتقد ان كل الناس اللي بتنصحني اشرب عشان بس احس بالشبع فقط لا غير، لكن مع الوقت اكتشفت ان الميه مهمه جدا لان فيها مواد بتعوضنا قله الاكل اللي احنا بنعاني منه اثناء فتره التخسيس. يعني الميه مش مجرد كم داخل معدتك عشان يحسسك بالشبع، لان الميه دي في نهايه المطاف هتتهضم جوه بطنك، او بمعنى اصح هتتوزع جوه جسمك. وانا مش طبيب ولا خبير ولا دكتور عشان اقول لك ان الميه مهم جدا انك انت لما تهضمها هتديك فيتامين ايه وايه وايه وايه، لكن انا مسلم ومؤمن وموحد بالله، وعندنا في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال لنا وجعلنا من الماء كل شيء حي، والرسول صلى الله عليه واله وسلم يوصينا ان تلت للاكل وتلت للشرب وتلت للنفس، والاطباء والمدربين والمختصين ينصحونا بشرب الميه بكثره اثناء فتره الدايت، ونيجي في الاخر انا وانت نستهبل وننسى الميه. انا النهارده مش بنصحك انك تشرب ميه، انا النهارده بنصحك ان يكون معاك كده ترمس لا مؤاخذه صغير او بوتل كده لا مؤاخذه صغير كده يكون معاك، وده تخصصه للميه وتملاه على انك انت مثلا تشربه مرتين في اليوم، يعني تخلصه او تملاه او تعمل له اعاده تعبئه مرتين في اليوم وتخليها جنبك دايما. انا واحد من الناس مثلا جنبي ازازه الميه دي، المفروض ان ازازه الميه دي انا اخلصها مرتين في اليوم، فانا خلصت نصها اول ما صحيت وانا بعمل لكم الاكل، والنص الثاني هخلصها بعد الاكل، والازازه الثانيه هخلصها بالليل، يعني تقريبا 2 لتر او 3 لتر الا بيخشوا جسمي من الميه يوميا. واحد هيقول يوه ايه يا عم كل ده؟ يا عم كل ده عادي اهو، بعمل اكل وباكل وبشرب وبقضي حياتي وكله تمام التمام الحمد لله، بس ابوس ايدك اشرب ميه، اشرب ميه عشان هيعوضك عن حاجات كتيره جدا وانت بتخس هتبدا تحس بيها، اولهم شعرك اللي هيقع، ولولا ان انا محرج كنت وريتكم يعني شعري خفيف ازاي، وده بسبب اهمالي في الميه اثناء ما كنت ما بخس. وبس كده، دي نصيحه النهارده. ما تنساش بقى اللايك وفولو والشير، واتمنى لي من قلبك الخير. صباح الزبده على عينيكم، اشوفكم على الف خير.